لو أنت من الناس اللي فاكرة إن الmachine learning هو الdeep learning شوف الفيديو. في الفيديو اللي فات أنت عرفت بشكل مختصر إيه هو الmachine learning، وعرفت إزاي إنك بتدّي للsystem كمية كبيرة جدًا من الdata وإزاي الsystem بيتعلم من الdata دي. لكن الdeep learning هي حاجة أعمق من كده بكتير، بيخلّي الكمبيوتر يقدر يفهم الpattern المهمة اللي جوه البيانات، من غير ما تقول له دَوّر على إيه وما تدوّرش على إيه. يعني الشبكات العصبية الصناعية، كل عقدة فيها بتتعلم جزء معين من البيانات، بعد كده العقد دي بتتجمع في طبقات كتير، والشبكة دي معمولة بطريقة تشبه خلايا المخ البشرية. في الآخر النقط دي كلها بترتبط ببعض بشكل طبقات أو شكل شبكة، وده اللي بيخلّي الكمبيوتر يقدر يفهم البيانات المعقدة دي لوحده زي الصوت أو الصورة أو حتى الفيديو. أنت مالك سوّدتها في وشي ليه يا جابر؟ خلّيني أضرب لك مثال، وما تقوليش هو عمل لك إيه عشان تقوم تضربه، بلاش خفة دم، ركّز معايا. لو عندك application عاوز يفرق بين صورة قط وصورة كلب، أيوه هو ده المثال اللي ضربناه قبل، معلش إحنا مستقصدين. الmachine learning العادية أنت بتدّي له الصورة، تدّي له مثلًا صورة قط، وتقول له والله لو الودن شكلها كده يبقى قط، لو الديل شكله كده يبقى كلب. وبتبدأ تدّي له بيانات، وبتبدأ بعد ما تدّي له الinput بتعلّمه كل حاجة موجودة في الinput، بيبدأ هو من خلالها يشتغل، ودي طريقة الmachine learning. ولو مش فاهمها ارجع للفيديو اللي الdeep learning بقى أنت بتدّي له 1000 صورة وتقول له دي صور كلاب، وبتدّي له 1000 صورة وتقول له دي صور قطط، هو بقى بيمسك صور القطط يحللها وصور الكلاب يحللها، ويبدأ يفهم، يقول والله إن الكلب ودنه كده والقطة ودنها كده، الكلب ديله شكله كده، القطة شكلها كده، ويبدأ يعمل آلاف الprocess على القطة والكلب، ومن هنا هو بيتعلم شكل القطة عامل إزاي وشكل الكلب عامل إزاي. وزي ما أنت عارف إن مهم جدًا تتعلم التكنولوجيا خصوصًا في العصر، فلو عايز تتعلم تابعني.